هو في احلى من كده غدا؟ هاتوا لبن وحطوا عليه خل وقلبوهم مع بعض وسيبوهم على جنب. في بوله بقى حطوا اللبن اللي احنا روبناه وعصير البصل، لو مش عارفين بتعملوه ازاي هقول لكم في الكابشن، وكمان عصير ليمونتين وميكس كده من البهارات هسيبها لكم في الكابشن. قلبت كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا، وبعد كده حطيت عليهم البانيه وقلبتهم مع بعض، غطيتهم وبعد كده دخلتهم التلاجة وسبتهم ليله كامله. وايوه يا جماعه انا بستخدم كفر للبانيه بقسماط بس، وبيكون في منتهى الجمال. مهم جدا بقى ان احنا نحط كده البانيه في البقسماط ونضغط عليه بايدينا كويس جدا لحد كده ما البقسماط يمسك عليه. الطريقه اللي انا بحب اخزن بيها البانيه في الفريزر، وما تقلقوش ما بينديش اطلاقا. للقلي بقى بدخله الفريزر نص ساعه. طريقتين لقلي البانيه احلى من بعض. اول واحده بجيب الاير فراير، بحط بقى فيها كده زيت ما بيكونش طبعا من على الوش، بحط نقطتين من الزيت وبدهنه كده باي فرشه عندي. ممكن نسهل على نفسنا ونستخدم اي بخاخ زيت، بس انا ما كانش عندي وكانت بتاعتي بايظه. اول ما ياخد لون الناحيه الاولى بقلبه على طول على الناحيه التانيه. طبعا الطريقه الثانيه اللي كلنا متعودين عليها زيت سخن يكون غزير، بنزل بالبانيه اول ما ياخد برده لون من الناحيه الاولانيه. مهم جدا النار هنا تبقى وسط. دي بقى احلى طريقه للبانيه هتجربوها. الاولى دي مقليه في الزيت عادي، والثانيه مقليه في الاير فراير. كل الاحوال الكفر بيكون ثابت عليه واستحاله خالص ان هو يتشال من عليه ابدا. كمان الفراخ بتكون مستويه من جوه وطعمها في منتهى الجمال. بالنسبه لي بقى لي فتره بقيت احب اكله من الاير فراير احسن، لانه طبعا بيبقى اهدى في الزيت. وطبعا بانيه يعني مكرونه بالصلصه. قولوا لي بقى انتوا حبيتوه مقلي في الزيت ولا في الاير فراير؟